السلام عليكم يا أحلى أصحاب، أنا معتز ياسر ودي قناتي موبايل برو بلس. هنا بنتكلم عن كل جديد في عالم الموبايلات المراجعات والمقارنة. بس قبل ما نبدأ حابب أقول لكم إن عندي قناة كمان تانية اسمها معتز جيمنج، بننزل فيها جيم بلاي يعني طريقة اللعب جامدة زي بابجي فري فاير بيس وألعاب تانية كتير، ولو بتحب الألعاب دوس سبسكرايب وهتتبسط جدا. النهارده جاي اكلمكم عن موبايل بصراحة مظلوم جدا ومش واخد حقه في السوق، وهو وان بلس نورد 5. لو بتدور على موبايل تصميم شيك وأداء عالي وفي نفس الوقت سعره حوالي 400 دولار، فأنا حابب أقول لك إن ده ممكن يكون أنسب اختيار ليك. أول حاجة التصميم. أول ما شفت الموبايل بصراحة التصميم عجبني جدا، الظهر شكله فخم ولمسة ناعمة كده وبيجي بلون اسمه ماريال سانين، وكمان في رمادي وتلجي. والكاميرا شكلها شيك كده مترصة فوق بعضها جوه إطار شبه شوية تصميم سامسونج A56. وزنه حوالي 211 جرام وسمكه 8.1 ملي، ممكن تحسه تقيل شوية، بس في المقابل خامات محترمة وظهره زجاجي وفريم باليستيك وكمان مقاوم للمية والأتربة بمعيار الاي بي 65. بعد كده الشاشة هنا من نوع أمولود بحجم 6.83 إنش، حافة تقيلة وشكلها عصري، وبتدعم معدل تحديث عالي 144 هرتز، يعني سلاسة رهيبة جدا جدا. سطوع بيوصل ل 1800 نيتس، يعني تحت الشمس هتشوف عادي. وبتعرض مليار لون ال HDR10 بلس، ومحمية بزجاج جوريلا جلاس 7. كل ده بيخلي تجربة المشاهد عليها ممتعة جدا جدا. بعد كده الأداء. الموبايل بيشتغل بمعالج سناب دراجون 8 اس الجيل التالت، يعني نفس اللي في البوكو اف 6 وشاومي 14 سي. في اختبار اللي تنتو كده جاب أكتر تقريبا 1.5 مليون نقطة، فأداء جامد جدا سواء في التصفح أو الألعاب، والحرارة مش عالية أوي. الجهاز بيشتغل بواجهة الأوريجين أو ايس 15 مبنية على أندرويد 15، وبتدعم تحديث ل4 سنين. كمان في ميزة جديدة اسمها زر البلاس، بتبدأ بدل زر التنبيهات بيجمع كل لقات الشاشة في مكان واحد. بعد كده الكاميرات. في كاميرتين بس ورا، الرئيسية 50 ميجا بكسل بمثبت بصر، والتانية 8 ميجا بكسل وواسعة شوية. صورها في النهار حلوة جدا، ألوانها كويسة وفيها تفاصيل، وحتى في الإضاءة الضعيفة الصور تفضل واضحة. كمان السيلفي برضو 50 ميجا بكسل وصورها نظيفة، والديناميك كده رينج فيها ممتاز. بيدعم تصوير الفيديو 4K ب 60 إطار في الثانية وبكاميرتين وبجودة الفيديو كويسة جدا جدا. البطارية في عندنا نسختين، نسخة العالمية ال 500 و 5200 ملي أمبير. النسخة العالمية 5200 ملي أمبير، والهندية 6800 ملي أمبير. في كل الحالات البطارية بتكمل معاك اليوم، وكمان بتدعم شحن سريع 80 واط، يعني هتشحنه في وقت قليل جدا جدا. كمان في صوت ستيريو وبصمة تحت الشاشة، واي فاي 6 وبلوتوث 5 وبلوتوث 5.4 والأشعة تحت الحمراء والNFC. والعيوب البسيطة الكاميرا الواسعة أداها متوسط، ومفيش مكان لكارت ميموري، ما بيدعمش بطاقة المايكرو اس دي. رأيي الشخصي في ون بلس نورد 5، بصراحة يا جماعة بعد ما جربت الموبايل أقدر أقول لك إنه هو أكتر الموبايلات اللي اتظلمت تسويقيا، بس فعلا هو يستاهل كل جنيه هتدفعه فيه. أول حاجة شدتني كانت التصميم، تحسه فخم كده ومش موبايل من الفئة المتوسطة، يعني وأنت ماسكه بتحس إنك ماسك موبايل غالي فعلا، وكمان خامته تحفة. والشاشة هنا لا دي حكاية تانية بقى، سلاسة ساطعة وألوانها ومريحة للعين، فرق كبير فعلا لما تيجي تتفرج على فيديو أو تلعب عليها. أما عن الأداء فالمعالج اللي فيه قوي جدا، شغلت عليه بابجي فري فاير وإي اس وبيس وكل حاجة شغالة على أعلى جرافيك تقريبا من غير لاج ولا حرارة مزعجة، يعني لو بتلعب الموبايل ده هيعجبك جدا جدا. الكاميرات هنا بصراحة معقولة جدا في الإضاءة القوية والسيلفي ممتاز، بس الكاميرا التانية الواسعة أداها متوسط شوية بس مش سيئة. والبطارية بتكمل معاك اليوم وانت مرتاح. موضوع الشحن السريع فرق معايا جدا جدا، يعني لو نسيت تشحن هتشحنه في أقل من ساعة تقريبا. الحاجة اللي حسيتها ناقصة شوية إن مفيش كارت ميموري، دي ممكن تزعج شوية لو المساحة عندك بتتملي بسرعة، لكن غير كده الموبايل متكامل جدا، وخصوصا لو هتشتريه حدود 400 دولار.
يعني لو عاوز موبايل شكله شيك وأداء ثابت وشاشته جامدة وكمان بيشحن بسرعة، يبقى ون بلس نورد 5 خيار محترم جدا 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 بيه. أنصح بيه أيوة وبقوة كمان، خصوصا للناس اللي بتلعب أو بتحب التصوير والسوشيال ميديا. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل وسبسكرايب للقناة دي موبايل برو بلس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنساش كمان هتشترك في القناة التانية معتز جيمنج، هتلاقي رابطها تحت فيها جيمات نار كده، بابجي وفري فاير وبيتش كل جديد في عالم الموبايلات. ويلا سلام واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.